وفقا لمصادر موثوقة، في نهاية شهر أبريل أجبرت الحكومة الصينية في بكين الإيغور أصحاب المطاعم من إغلاقها بشكل قسري. وقام مكتب الإدارة التنفيذية والقانونية بإغلاق المطاعم بالقوة خلال الليل، حيث يتم قطع الكهرباء والماء والغاز، ومطالبتهم بمغادرة بكين في اليوم التالي، وإلا سيتم التعامل معهم وفقا للقانون. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمركز أخبار تركستان الشرقية عبد الجليل قرقاش إن الإيغور في البلاد يعتبرون أعداء منذ العصور القديمة، وفي أيامنا هذه يحتل الصينيون منطقة شينجانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية، حيث اعتقلت الصين ما يزيد عن 1.5 مليون من الإيغور لأسباب مختلفة غير منطقية. وقد امتد هذا القانون إلى أحياء الإيغور الملتزمين بالقانون الذين يقومون بأعمال حرة، مستخدمين أساليب صارمة وبدون أي تعويض مالي لطردهم إلى مسقط رأسهم. مرة أخرى أثبتت الصين قساوة سياستها، ويتم توجيه دعوات للرأي العام العالمي أنه لا يجب أن يستمر بصمته على هذا الاضطهاد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 64 شهيدا، بينهم 8 أطفال، في المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين السلميين والجيش الإسرائيلي، بينما أصيب أكثر من 2700 شخص، بينهم 225 طفلا. وقع الرئيس الأوزباكستاني ورئيس البنك الدولي اتفاقا لإقراض أوزباكستان 904 مليون دولار، وذلك بعد المحادثات التي جرت بين الطرفين. هاجم مجهولون في 18 من مايو ملعبا للكريكت في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وتم الهجوم باستخدام 4 قنابل متفجرة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 55 آخرين بجروح متفاوتة. وقع انفجار في بركان كيلوا الأوكراني في الولايات المتحدة في 17 من مايو، وكان الانفجار ضخما واستمر لمدة قصيرة، ويعد بركان كيلوا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وحذر الجيولوجيون من حدوث ثورات أخرى أكثر حدة في البركان.